ده يونج مين مرتبط ببنت اسمها مي يونج من 4 سنين، والنهارده قرر انه يطلب ايدها للجواز، فبيكلمها عشان يتقابلوا وبيقول لصاحبه انه هيتجوز، بس كلهم بيبقوا معترضين وبيقولوا له هتعمل في نفسك كده ليه بس، وبيفضلوا يكرهوه في الجواز، بس هو خلاص خد القرار. وبتيجي مي وعينها منتفخه من كتر العياط لانها فاكره ان يونج طلب يقابلها عشان ينفصلوا، ولما بتقابله بتحس كده من كلامه في الاول وبتفضل تعيط، بس بعدها هو بيقول لها انه عاوز يتجوزها وبتوافق وبيعملوا فرح وبيقضوا شهر العسل وهم مبسوطين، وبيبقى الحب ولع في الدرة طبعا. وبيجي أول يوم ينزل فيه يونج الشغل وبيفضل طول اليوم يكلم ميا على التليفون وضحكته من الودن دي للودن دي، وفجأة بيلاقي قدامه أنثى الثعبان، قصدي سيونج هي صاحبته زمان، جاية تخلص منه ورق. بعدها بيتمشوا سوا وبتقوله إنها لسه فاكرة الشعر اللي كان بيكتبه حافظاه، وبتطلب منه يخرجوا يوم الجمعة، إنما لو هيضايق مراته بلاش طبعا. فبيقول لها لا طبعا احنا بنحترم خصوصية بعض. وبيتقابلوا يوم الجمعة وبيكون معاهم أصحابهم وبيعزمهم يونج عنده في البيت، وبيقول لهم إن مراته طباخة شاطرة جدا، وبيتصل بمي يقول لها تطلب أكل بسرعة، وبتقف مي تستنى الدليفري، وبتتفاجئ بيونج وأصحابه جم قبل الأكل، وبيعرف يونج أصحابه على مي اللي بتقول لسيونج كنت فاكراكي لا مؤاخذة يا راجل، أصل يونج بيقول عليكي دايما مسترجلة، قصدي زي أخوه. بعدها الدليفري بيجي ومي بتتقفش، بعدها بيدخلوا ياكلوا وبيكركبوا الدنيا وكل واحد بيغني، وبتكون سيونج صوتها حلو جدا لأنها مغنية. بعدها بيجي دور مي فبترفض بحجة إن صوتها وحش، لكن لما سيونج بتقول سيبوها على راحتها بتقول لهم طب تمام يا جماعة هغني، وبيكون صوتها وحش جدا والكل بيضحك عليها فبتتضايق، ولما بيمشوا بيحاول يونج يصالحها بس بتطرده من الأوضة، فبيقول هو حل واحد اللي بلجأ له في المواقف دي، وبيروق البيت وبيغسل المواعين، ولأن مفتاح قلب الست غسيل المواعين لما بتصحى مي وبتلاقيها اتغسلت بتجيب ليونج هدومه وهو بيستحمى، فبيكتب لها على باب الحمام إنه بيحبها وبيتصالحوا. بعدها بيفتكر يونج كلام سيونج عن الشعر فبيرجع يكتب قصايد تاني، ولما بتشوفه مي بتتضايق لأنه ولا مرة كتب لها رسالة حب. تاني يوم بيروحوا مع بعض السينما، وهناك بتشوف مي واحد كان زميلها في أكاديمية الرسم اسمه جون سو، وبتسلم عليه بعشم وبتقف معاه، وبيروح يونج يجيب تذاكر السينما وبيسمعها وهي عمالة تهزر مع جون وبتتكلم عليه بطريقة وحشة. بعدها بيدخلوا السينما وبيكون جون قاعد قدام يونج اللي بيفضل يضايقه، وبعد الفيلم بيروح يونج مع مي ياكلوا وبيكون متعصب جدا ونفسه يحط راس مي في طبق النودلز اللي قدامها. وتاني يوم بيخرج يونج مع اصحابه وبيفضل يقطع في فروة مي معاهم، في نفس الوقت مي بتبقى في البيت وبتكلم صاحبتها تشتكي لها وبتقطع فروة يونج لحد ما الدنيا بتمطر، فبتقلق عليه وبتاخد شمسية وبتروح له وبينسى الزعل وبيروحوا سوا وهم مبسوطين. بعدها يونج بتجيله حالة كده كل ما يشوف ست يعجب بيها وبيبقى عايز يخون مي معاها، وبيروح يحكي لاصحابه على الموضوع ده وانه متضايق لانه بيحب مي. بعدها بتتصل مي بيه وبتقوله انها هتبات عند مامتها، ولما بيجي بيروح بيقابل سيونج وبيروحوا يتغدوا سوا، بيقول لها انه معجب بيها وبيروحوا على بيتها سوا، بس بيكلمها على اساس انها مي، فبتتضايق منه وبتخرج من الاوضه فبيقوم يمشي. ولما بيروح بيلاقي سيونج بعتله رساله بتقوله ينسوا اللي حصل ويفضلوا اصحاب احسن، فبيقول ان عندها حق وبيمسح الرسايل. تاني يوم لما بترجع مي البيت بتعرف من صاحبة البيت اللي قاعدين فيه ان يونج راجع متأخر وكان سكران، ولما بتطلع مي وتسأله بيقول لها انه راجع بدري، فبتسكت وبتعرف ان في حاجة غلط يونج بيعملها. تاني يوم بتكون مي في أكاديمية الرسم والمدير بيطلبها وبيعرفها على واحدة اسمها يو ان يونج جاية عشان مي تساعدها في حاجات في شغلها، فمي بتقول انها تعرفها وانهم كانوا سوا في الجامعة وبيقعدوا يتكلموا وبيجيبوا سيرة شويس يونج الاكس بتاع مي واللي يو ارتبطت بيه بعدها، وبعد فترة سابته برضه، لكن مي بتقول لها انها قصة وخلصت. لكن يو بتعرض عليها يروحوا المسرحية بتاعة تشوي بس مي ما بتوافقش، ولما بتروح بترجع في كلامها بتعمل سيرش عن تشوي وبتقرر انها تروح وتحجز تذكرتين، وبتتشيك وبتلبس اللي على الحبل وبتفضل تتصل بحد من صحابها يروح معاها، لكن كلهم بيكونوا مشغولين، فبتقرر تروح لوحدها وبتروح تعمل شعرها وبتحضر المسرحية. ولما بتخلص تشوي بيسلم على المعجبين بتوعه، بس مي بتفضل واقفة بعيد لحد ما تشوي بيشوفها فبيسيب المعجبين وبيروح لها، بس هي بتجري منه وبتستخبى وبتفضل تجري لحد ما بتروح مكان ألعاب الأطفال وبتلبس راس الدبدوب، بس هو بيعرفها برضه وبيروح لها، ولما بتشوفه بتعمل نفسها مستغربة فبيسألها بتعمل ايه هنا، بتقول له انها شغالة هنا، فبيقول لها طب عظيم هشوفك كده كتير، فبتقول له اسكت مش انا استقلت، وبيقعدوا يتكلموا وبيقول لتشوي قد ايه هي لسه جميلة وبعدها مناخيرها بتنزف، فبيحط لها قطنة بسرعة وبيقعدوا يفتكروا ذكريات ليهم سوا، بس تشوي بيبقى ناسي معظمها. بعدها بيديها الكارت بتاعه وفيه رقمه وبتسلم عليه وبتمشي وبتروح ليو وبتقول لها انها ترجع ترسم تاني عشان تشوي شجعها، فيو بتسألها اذا كانت متخانقة مع يونج، فبتقول لها انها حاسة ان هو ما بقاش يحبها وان وجودها في حياته بقى عامل له مشكلة، فيو بتقول لها ان ده مش حقيقي وبتفكرها بمواقف حلوة كتير يونج عملها معاها، فبتتصل
وبيتصدم مي لانها بتكون فاكره ان تشوي هو اللي عمل معاها المواقف دي، وبتفهم ليه تشوي ما افتكرش الذكريات دي لما قالتها له من شويه. وبعدها بتروح وبتسيب الكارت بتاع تشوي في التاكسي، وبتدخل بتلاقي يونج بيحضر العشاء وبيسالها اتاخرت ده كله ليه، فبتقوله انها هي وصاحبتها اتغدوا سوا، فبيسالها كانوا لوحدهم ولا لا، فبتتضايق من سؤاله لانه بيشك فيها، اللي هو انت عندك حق بس ليه الشك؟ وبتقوله طب تعالى لي بقى، كنت مع مين يوم ما كنت سكران؟ وبيشدوا مع بعض جامد، وبتدخل الحمام وبتفضل تعيط، فبيروح وراها وبيحاول يهديها، وبيلاقي مناخيرها بتنزف، فبيوقف لها النزيف وبيحضنها وبيشيلها وبيطلعها من الحمام. وبعدها بيفتح اللاب وبيشوف ان مي عملت سيرش عن تشوي وحجزت له تذاكر. وبعدها بينزل يجيب شويه حاجات، وهو راجع بيقابل صاحبه البيت وبيسالها هو الستات ما بتنساش حبها الاول؟ فبتقوله ان الستات ما عندهاش حاجه اسمها الحب الاول، واللي بتفتكره هو ذكرى الراجل اللي هي معاه دلوقتي. بعدها بيطلع يونج البيت وبيتكلم مع مي وبيسالها عن تشوي وسبب انفصالهم، وبتستغرب هو بيسال ليه، فبيقول لها يمكن يطلع بفكره القصيده جديده، فبتقول له عشان حب بنت تانية، وبعدها رجع لي وانا كنت حبيتك. فبيبتسم يونج، وبعدها بيعرض عليها يروحوا يقضوا يوم الاجازه اللي جاي في اي حته سوا. وتاني يوم بيروح يونج لواحد اسمه كيم، وبيكون كيم ده هو الشاعر المفضل ليونج، وبيوري له يونج القصايد اللي بيكتبها، وبتعجب كيم جدا، وبيقول له انه هيرشحه ياخد جايزه الشعر الحديث ويجي اخر الاسبوع. وبيسافر يونج ومي سوا، وبيجيب لها سلسله هديه على اساس تفرح بيها وكده، بس هرمونات النكد لا حدود لها، وبتنكد عليه عشان المفروض يعرف انها عندها حساسيه من المعادن. بعدها بيروحوا على الشط، وبيجي ليونج مكالمه وبيعرف انه اخد جايزه الشعر الحديث، فبيفرح جدا وبيفضل يتنطط هو ومي، وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبعد ما بيرجعوا من السفر بيروح يونج لكيم اللي بيعزمه على الغدا احتفالا بالجايزه، وبيكون كيم باين عليه انه تعبان. تاني يوم بيكون حفله استلام يونج للجايزه، وبيفضل يحضر هيقول ايه وما بيكونش عارف، بس مي بتساعده وبتلبسه كمان. وفي الحفله مي بتكون قاعده جنب يونج، بس حد بيجي وبيطلب منها تقوم لان الترابيزه دي للناس اللي هياخدوا الجايزه بس، فبتقوم وبتقعد بعيد، وبتبقى متضايقه جدا لان يونج ما اداش اي رد فعل. وكمان بتلاقي سيونج موجوده وعماله تكلمه. بعدها بيطلع يونج يستلم الجايزه وبيتكلم، وبعد ما بيخلص سيونج بتحضنه، فبتتضايق مي اكتر وبتطلع بره، وبتطلع وراها سيونج وبتحاول تغيظها اكتر، فمي بتهزقها وبتمشي. تاني يوم بيجي ليونج خبر وفاه كيم، فبيروح على بيته وبيبقى زعلان جدا، وبياخد الكتب بتاعته معاه عشان يحتفظ بيها. واول ما بيرجع البيت مي بتساله على دكتور لان معدتها وجعاها جدا، بس هو ما بيكونش مركز من الحزن، ولما بيجي وقت الاكل ما بيرضاش ياكل، وبتقوله مي تاني على تعبها، بس برضه ما بيكونش مركز. وبالليل بيخرج عشان يشتري شويه حاجات، وبتكون مي نايمه على الكنبه بتتألم، بس هو ما بياخدش باله، وبيلاقيها طلعت الكتب اللي جابها بره البيت، فبيتضايق وبيفضل يزعق، وفي الاخر بيمشي. فبتتصل مي على مامتها وبتاخدها توديها المستشفى، وبتكلم مين يونج، فبيروح بسرعه وبيفضل يعيط ويلوم نفسه. والممرضه بتقوله ان مي عندها اورام ليفيه على الرحم وهتعمل عمليه. بعدها بيشوف مي وهي على الكرسي ومامتها مودياها للاوضه، فبيروح يزق الكرسي هو، بس مي ما بترضاش وبتزق العجل بتاعه هي، فبيروح وراها الاوضه وبيحاول يعتذر لها، بس هي بتقوله انها عايزه تتطلق، فبيقول لها نتكلم في الموضوع ده بعدين. وبيطلع بره الاوضه، بس بيفضل قاعد في المستشفى لحد ما بيفتكر ان في شغل لازم يخلصه، فبيروح البيت وما بيكونش متعود على غياب مي لدرجه انه بيناديها. وبعدها بيستوعب انها مش موجوده، وبيفتكر اول مره خرجوا فيها سوا، وبيدخل على صفحتها اللي بتكون منزله فيها كل ذكرياتهم سوا، وبيفضل يفتكر. وتاني يوم بتشوف مي يونج وهو طالع في التلفزيون وبيتكلم عن كيم وازاي وفاته مأثره عليه، فبتعرف هو ليه ما كانش مركز معاها، وبتقعد هي كمان تفتكر في ذكرياتهم سوا. وبعدها بيروح لها يونج وبيعتذر لها تاني وبتسامحه، وبيقول لها انه بيحبها، فبتقول انه قعد كتير قوي على ما يقول لها بس مش مهم، فبيوعدها انه هيكون احسن معاها، وبتمسك ايده وبتنام على كتفه، وبيبقوا صافيه لبن حليب يا قشطه. وبيعدي الوقت ومي عملت العمليه وحياتها هي ويونج اتحسنت وخلفوا كمان، وحياتهم بقت احسن. ما بطلوش خناق صحيح، لكن عرفوا قيمه بعض وبقوا يتصالحوا دايما. وبينتهي الفيلم بصاحب يونج اللي كان دايما بيشتم في الجواز وهو رايح يتقدم لبنت عادي جدا.